على حاجات كتير، على مستواه، على عقده الجديد، على يعني ان شاء الله خبر يبقى سعيد قريب. محمد النني من سويسرا، مساء الخير يا نني. مساء الخير يا كابتن عبد الرحمن. يعني الف مبروك على توقيع عقد جديد طبعا مع بازل، على الاداء اللي بتقدموه، على وصول بازل لمرحله متقدمه جدا في دوري اوروبا. يعني ايه الاخبار عندك؟ الدنيا ماشيه ازاي ما شاء الله، يعني من تقدم الى تقدم؟ والله الحمد لله طبعا. والله يعني بشكرك الاول على التقديم الجميل. طبعا حقك يعني. وثاني حاجه والله انا يعني طبعا فرحان طبعا ان انا مع نادي كبير زي نادي بازل طبعا. وساعات طبعا ان انا جددت معاهم وكده. كان في ناس كتير بتتكلم بيقول لك محمد النني مش هيجاب الثاني مع بازل، او محمد النني هيرجع ثاني وكده. بس انا الحمد لله قدرت ان انا يعني الغي كل الشكوك اللي كانت بتتكلم دي، يعني تثبت نفسك. انت راجل اثبتت نفسك بالمباريات يعني. الحمد لله يا كابتن عبد الرحمن. والله فكان في ناس كنت بسمع كلام كتير والله اللي النني مش هيكمل بره، النني ما يعني هيرجع بعد 6 شهور وكده. فالحمد لله قدرت ان انا يعني بمستوى الحمد لله زي ما حضرتك بتقول. الحمد لله قدرت ان انا اكمل، وقدرت الناس تمسكوا بيا يعني الحمد لله كمان 4 سنين ان شاء الله. اتكلموا معاك امتى هم في قصه؟ يعني امتى قالوا لك انت خلاص معانا ان شاء الله، احنا خدنا قرار؟ امتى اتكلموا معاك؟ والله اول حاجه قال لك انت كابتن عبد الرحمن، والله يعني اول مره اتكلم فيها يعني. هم اتكلموا معايا قبل ماتش توتنهام الاولاني. والله اوكي. قبل الماتش على طول. قبل الماتش مثلا مثلا ممكن ساعتين 3 مثلا. يعني حمسوك جدا قبل مباراه توتنهام برضه هم. التوقيت مهم. قبل الماتش صراحه جم كلموني يعني، وكلموا محمد صلاح قالوا ده عشان محمد صلاح برضه شويه يعني كويس في الانجليزي وكده. عقبالك كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. عايز شغل دي منك بس تيجي مع الوقت. والله. بس فكلموني قبل الماتش، فاللي هو مدير النادي كلمني قال لي يا نني احنا ان شاء الله احنا تبعنا كمان 4 سنين وكده، وخلاص هتبقى معانا في الصيف. تمام. وده مش بقول لك عشان خاطر الماتش، ده بقول لك عشان خاطر انت الحمد لله ماشي معاك كويس وكده. فانا ما بقولكش عشان الماتش يعني، مش عشان كده مثلا عشان مثلا الماتش ما قريب الموضوع وكده يعني. بالظبط. انا كنت مثلا لما قال لي الكلام ده، فانا كنت بصراحه خايف اللي هو مثلا بيقول لي كده عشان خاطر الماتش بس، عشان خاطر مثلا ما بقاش قلق من الماتش والكلام ده. فسالت محمد صلاح، وسالت يعني يحيى وكيل النادي ده، وسالت كذا واحد. فقال لي لا، الناس دي ما بتقولش كلمه لما بيكونوا فعلا صدق يعني. بالظبط كده. دي اوروبا كلها. احنا خلاص. انت يعني شيل من دماغك القصص المصريه. انت راجل دلوقتي في نادي اكبر نادي في سويسرا. والله ما كانش لسه بقى يعني. اصلا في مصر مثلا ممكن واحد يجي يقول لك انت خلاص مكمل معانا، وتيجي ثاني يوم اصلا تلاقي نفسك اصلا مشيت يعني. والله تمام. طب قول لي. بفكر زي مصر. قول لي ماتش تشيلسي شفته ازاي؟ او يعني مسكت مين في ماتش تشيلسي؟ والله طبعا انا اول لما نزلت فلقيت قدامي لامبرد، ولقيت ديفيد لويس كويس. فلقيت اسامي كبيره يعني. قمت انت قال ايه اللعيبه اللي على قدها دي؟ احنا جايين نلعب مع الناس دي. لا على قدها، احنا اللي على قدنا يا عم. طب وايه كان مين اللي انت يعني بتلعب عليه طول المباراه؟ هو طول المباراه كان يعني انا كنت بلعب ناحيه اليمين، واللامبرد كان بيلعب ناحيه الشمال يعني. كان بيلعب قدامي لامبرد على طول. تمام. بصراحه استفدت من لامبرد طبعا في الماتش كتير جدا يا كابتن عبد الرحمن. والله الراجل ده ما بيمسكش الكوره كتير يعني. الراجل ده بيلعب لمسه ولعبه وشاف الملعب كله. لا بصراحه الواحد لما بيلعب قدامهم كمان بيكتسب منهم خبرات، وبيكتسب منهم حاجات كتير جدا يعني. خضه بالنسبه لك انك تلاقي جاريث بيل ولامبرد وتوريس والرجاله طبعا يعني كتير دول، ما تلاقيت نفسك في ملعب واحد معاهم؟ يعني حسيت ان انت قادر، ولا حسيت ان انت اتخطفت في الاول كده؟ والله انا ما اكذبش عليك يعني اول ماتش اللي هو كان في سويسرا، كنت اول لما نزلت الملعب طبعا شفت اسامي كبيره قدامي. انا ما اتخضيتش انا يعني. الناس دول كنت اشوف في التلفزيون مثلا من سنه مثلا، وكل نفس الواحد يشوفهم بس مثلا في ماتش قدامه او حاجه. دلوقتي بقى بيلعب قدامهم، وبقى ماتش كمان مهم في السيمي فاينال. فحاجه كانت كبيره بالنسبه لي كمان يعني. مين اكتر واحد حسيت ان هو لعيب كبير جدا في تشيلسي؟ هو لامبرد ولا حد تاني؟ هو بصراحه توريس بصراحه عجبني جدا طبعا في اللي هو الماتش الثاني. توريس بيعمل كل حاجه في الكوره بصراحه يعني. بيعمل كل حاجه في الكوره. وديفيد لويس لعيب جامد جدا كمان يعني. طبعا كلهم والله. قول لي صلاح لسه برضه مستلمك هناك ولا خف عليك شويه؟
لا لا خلاص يعني بقى كويس دلوقتي. الراس بالراس خلاص. خلاص مش الراس بالراس، انت عارف محمد صلاح ما مش حد يقدر عليه، بس يعني دلوقتي خلاص يعني تجنب شره يعني، خليك في السليم. ان شاء الله يعني ان شاء الله موفق يا نني، وباذن الله تستمر. اهم حاجه طبعا الناس كلها، انت هنا خلي بالك رجعته ايام القهاوي تاني، يعني ايام ميدو وعمرو زكي كانوا الناس بتقعد كلها على القهوه عشان تتفرج. شوف تخيل انت مش تتخيلش ماتش بازل او الاربع ماتشات بتوع توتنهام وتشيلسي دول كانوا عاملين ازاي، فدي مسؤوليه كبيره عليكم جدا نني. والله يا كابتن، انا اللي مفرحني اكتر من اللي انا مثلا وصلت اللي انا السيمي فاينل وصلنا والحمد لله جددت مع بازل وكده. انا فرحنا اكتر الجماهير والله الصراحه، لما كل الناس بتكلمني الناس مهتمه بينا، فالناس تنزلوا يتفرجوا على الهواء كانوا بيتفرجوا على منتخب مصر بالظبط، والناس بتشجعها والناس عاوزانا نوصل للنهائي. فتحنا اكتر لجمهور مصر كلها واقفين ورانا محمد صلاح، فدي حاجه كبيره بالنسبه لنا. صلاح ما قالكش مستمر ولا ماشي، ولا انت بعيد عن القصه دي انت؟ والله محمد انا بعيد بصراحه، يعني محمد دماغه لوحده انت عارف. بس انا يعني بصراحه انا اتمنى له هو يكمل السنه دي مثلا معانا عشان خاطر سعره هيعلى موسم كمان يعني الحمد لله. بصراحه يعني هتفرق معاه جدا، بس هو ودماغه طبعا واللي يشوفه ممكن يكون شايف هو اللي هو يمشي السنه دي احسن له يعني. بالظبط. اخيرا انتم عندكم فرصه كويسه قوي في الدوري والكاس، يعني ان شاء الله تبقى ثنائيه تاريخيه بالنسبه لك وبالنسبه للنادي، هيبقى يعني بطوله اول ما تروح حاجه تبقى كويسه جدا يعني. انا بقول والله، وبصراحه بعد يعني نفسي بصراحه اخد الكاس والدوري معاهم بصراحه، وكان نفسي اوصل النهائي معاهم في اوروبا دي، فالحمد لله يعني قدر الله شاء فعل، يمكن ربنا كاتب لنا ان شاء الله ان احنا ناخد دوري والكاس مع النادي يعني. ان شاء الله باذن الله موفقين، وباذن الله موفق مع منتخب مصر برضه في شهر 6 باذن الله، وكل التوفيق ليك ولصلاح، وتحياتنا طبعا لمحمد صلاح والنادي بازل بالكامل. اشكرك شكرا جزيلا محمد النني، كان مهم جدا ان احنا نطمن عليه. خلينا بقى نروح لفاصل، وبعد الفاصل حوار شيق مع الدكتور عمرو عبد الحق، كلام في كل الاتجاهات فيما يتعلق بالسياسه، لكن سياسه رياضيه.